اهلا بحضراتكم. النهارده بنقدم وسيله جديده للبيانو والكيبورد، زي تقدر تلعب كل السلالم، كل التألفات الماجير والمنير بالانقلابات بتاعتها الايد اليمين والشمال. للمبتدئين احنا معانا مانوال، اول مره تقريبا يلعب على الكيبورد بيجرب يعزف سلم دو ماجير. هو بيقلد الاماكن الصوابع السوداء على الوسيله. اول حرف بيبتدي من الري، يبقى كده هيلعب سلم ري ماجير. ومرتين تلاتة يقدر يعزف السلم ويحفظه بدون الاستعانة بالوسيلة التعليمية، وده الهدف اللي احنا عايزينه. كمان معانا سلمى بتعزف بقالها فترة قصيرة، شاطرة. هتعزف لنا سلم سي ماجير. كمان هتعزف سلم، هي اختارت دو مانير، تظبط الوسيلة بتاعتها قدام أول نغمة اللي هي دو، اللي بتحقق لنا أبعاد سلم دو مانير. مرة واتنين تقدر تعزف من غيرها وتبقى عارف تعزف السلم اللي هي اختارته أو المدرب عايز يمرنها عليه. عايزين نجرب سلم أصعب شوية في العزف، ليكن سلم دو دييز ماجير أو ري بيمول. يبتدي الصباع رقم 2 الإيد اليمين، نقول للإيد الشمال يبتدي الصباع رقم 3. نعزف الإيدين مع بعض. ممكن نعزف سلالم تانية، زي مثلا سلم المنير الميلودي. ناخد بالنا واحنا بنعزفه، انا بطلع العلامات السوداء وانا برجع العلامات الخضراء. نجرب نعزف مثلا سلم سي منير ميلودي. ممكن كمان نعزف التألفات. هناخد بالنا ان اللون الاحمر هو التآلف الاول للدرجة اللي احنا هنبتدي بيها، اللي هي هتكون دي. اللون الاحمر هو التآلف الاول، اللون الازرق هو الانقلاب الاول للتآلف، اللون الاخضر هو الانقلاب التاني للتآلف. نجرب كده، نحطها مثلا، هنبدأ دو ماجير اول درجة، تاني درجة، تالت درجة. واخد بالي ان ارقام الاصابع مكتوبة هنا للايد اليمين والايد الشمال اللون الاحمر
وبعد كده اللون الازرق، وبعد كده اللون الاخضر. تآلف المجير، بعد كده الانقلاب الاول اللي هو اللون الازرق، بعد كده اللون الاخضر، نفس الحكاية نقدر نعملها تآلف ري ماجير. نفس الفكرة أقدر أعملها في التألفات الماجير، أقدر أعملها في التألفات المنير. اللون الأحمر، أزرق، احنا عاملين نموذجين. النموذج الأول للكيبورد أو الأورج، المقاسات مظبوطة جدا. كمان نموذج للبيانو، تقدر تعزف بمنتهى الدقة وتساعدك. طبعا تقدروا تحصلوا على كل منتجاتنا عن طريق صفحتنا حكاية حصة فيسبوك. تقدروا تشوفوا العديد من المنتجات والأفكار. نتمنى إن هي تحظى بإعجابكم وتتابعونا، وتقدروا تتواصلوا معنا عن طريق الصفحة.